السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في سنة أولى طب. أكيد انت هنا دلوقتي لأنك حاسس بشوية توهان وقعدت تعمل سيرش كتير عشان تلاقي فيديو يرشدك في بداية الطريق، ويمكن يكون الفيديو بتاعنا ده هو أول فيديو ظهر لك. أنا دكتور أحمد زهرة، وفي السلسلة دي هنتكلم عن سنة أولى طب، وهقول لك إزاي تختار ما بين طب بشري وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي أو أي كلية عامة في القطاع الطبي، وهجاوبك على كل الأسئلة اللي بتشغل دماغ أي طالب قبل ما يدخل كلية الطب، وهشاركك كل المعلومات اللي كنت اتمنى اكون عارفها وانا في مكانك، وخلاصه سنين من الخبره عشان اوفر عليك وقت ومجهود كبير وتبدا رحلتك في كليه الطب وانت مستعد. يعني من الاخر كده ان شاء الله السلسله دي هتكون هي دليلك الشامل لكليه الطب. خلينا متفقين قبل اي حاجه ان التوهان والتردد اللي انت فيه دلوقتي ده شيء طبيعي جدا، لان انت هتختار المجال اللي هتكمل فيه طول حياتك، وتجربه الجامعه بالنسبه لك هتبقى مختلفه وحاجه جديده، وهتتعلم فيها كويس جدا الاعتماد على النفس بدرجه اكبر من المراحل اللي فاتت. وقتك ومذاكرتك هتذاكر منين وازاي، تحديد الاولويات واتخاذ القرارات في الاوقات الصعبه، مش هيكون في حد بيجري وراك ويفكرك زي قبل كده، خصوصا بقى لو انت اول حد في عيلتك يدخل طب ومفيش خبره مسبقه. وخلي بالك ان كل قرار هتاخده هيأثر على رحلتك في الكليه، وكمان هيأثر بعد كده على رحلتك العمليه، وممكن كمان تكون دي اول مره هتبعد عن اهلك وبيتك وهتسافر دوله تانية او محافظه تانية او مدينه تانية، وهتعتمد لاول مره على نفسك في كل تفاصيل حياتك. ولكن مع الوقت هتكتشف ان دي اهم مرحله في حياتك وهتغير في شخصيتك، وهتكتشف ان التجربه دي هتعلمك حاجات كتير جدا. نيجي بعد كده لسؤال مهم جدا وبيحير ناس كتير: ازاي اختار بين طب بشري وطب اسنان وعلاج طبيعي وصيدله؟ خليني في الاول اقول لك مميزات وعيوب كل كليه وطبيعه الدراسه فيها، وبعدها اقول لك رايي الشخصي. تعالوا ندخل كليه الطب البشري. هتلاقي ان مجالاتها كتير جدا والتخصصات بتاعتها متعدده اكتر من اي كليه تانية، كمان طرق السفر بتاعتها متعدده جدا للدول العربيه والدول الاجنبيه، والطلب عليها عالي وما حصلش منها تشبع، ودي من اكبر مميزاتها. ولكن في المقابل مشوارها طويل جدا ومحتاج صبر ونفس طويل، وفيها ضغط نفسي ومسؤوليه طبيه كبيره تجاه المريض. كمان ما بتبداش العملي فيها على طول، في البدايه بتكون الدراسه بتاعتك اكاديميك وبعد كده بتكون كلينيكال. كمان الكليه ما بتخلصش بمجرد التخرج، وانما بيكون مطلوب بعد كده منك شهادات وزماله وماستر وحاجات تانية عشان تطور من نفسك، لان الطب بيتقدم كل يوم. خلينا نخرج من طب بشري وندخل لطب الاسنان. هتلاقي ان الضغط فيها اقل من بشري، وكمان التخصص بتاعها بيكون عملي من الاول، وطريقها بيكون اقصر في الوصول لسوق العمل. ده غير ان ساعات العمل بتكون اكثر انتظاما، ولكن في المقابل طبيعه العمل بتتطلب جلوس او ثبات على نفس الوضعيه لفترات طويله، وده بيضايق بعض الناس. كمان المنافسه فيها زادت جدا لان اعداد اطباء الاسنان بقت زياده، ولكن خلينا نتفق ان الشاطر كده كده هيثبت نفسه في اي منافسه. كمان تخصص الاسنان بيصنف انه من التخصصات اللي تكلفه العياده بتكون عاليه وغير مناسبه مع بعض الناس، ولكن طبعا لو انت عندك في العيله في حد طبيب اسنان مسبقا وعنده عياده بالفعل فدي بتكون ميزه كويسه. نخرج بقى من طب اسنان وندخل لكليه العلاج الطبيعي. هنلاقي ان التعامل مع المرضى بيكون مباشر وبتساعدهم في رحله العلاج والتاهيل بعد الاصابات. كمان هو تخصص عملي ومجالاته متنوعه زي التاهيل واصابات الملاعب والاعصاب والعظام، وبعد اكتساب الخبره بيكون عندك الفرصه انك تفتح مركز علاج طبيعي خاص بيك. ولكن زي طب الاسنان مؤخرا عدد الخريجين زاد واصبح المنافسه في العلاج الطبيعي عاليه جدا، وعشان تثبت نفسك في المجال محتاج تبني خبره وسمعه وتطوير مستمر، وعامه بيكون فيها مجهود بدني اكبر من باقي الكليات. خلصنا لفتنا في علاج طبيعي، خلينا ندخل لكليه الصيدله. هنا هنلاقي انها مناسبه للي بيحب الكيمياء والعلوم، فهنقدر نشتغل في الصيدليات والمصانع وشركات الادويه والابحاث العلميه، وبكده يكون عندنا فرص كويسه في مجال تصنيع وتطوير الادويه. ولكن برضه في المقابل المنافسه قويه جدا في سوق العمل، فهتحتاج تطور نفسك باستمرار وتتعلم مهارات اضافيه عشان تقدر تكون مميز. كمان في التخصص ده بنلاقي ان الدخل بيختلف بشكل كبير جدا على حسب المجال اللي انت هتشتغل فيه، ده غير ارتفاع تكلفه البيزنس الخاص فيها عشان تفتح صيدليه لوحدك. لو جيت بقى تسال دكتور زهره وتقول له تختار ايه في كليات القطاع الطبي، اقول لك على فكره انا الترشيح بتاعي بيختلف كل فتره عن التانيه على حسب احتياجات سوق العمل، وفي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي انا رشح لك الطب البشري، لاننا زي ما اتفقنا المجالات والتخصصات بتاعتها متنوعه جدا، وحرفيا هتلاقي ذوقك موجود جوه التخصصات دي. زي ما بقول دايما انها مناسبه لجميع الاذواق. لو بتحب التعامل مع البشر والتداخلات الجراحيه هتلاقي في تخصصات جراحيه، لو ما بتحبش التعامل مع البشر وبتحب التعامل مع الاجهزه هتلاقي ان في تخصصات بس بتتعامل فيها مع الاجهزه، لو بتحب الحاجات اللي فيها دم فانت هتلاقي ان في تخصصات بيتم فيها تدخل مع المريض بدرجات مختلفه، لو ما بتحبش الكلام ده هتلاقي في تخصصات البطنه والحاجات اللي بتتعامل فيها من بعيد شويه، لو عاوز حاجه متعبه هتلاقي، عايز حاجه مريحه هتلاقي، كمان لو عايز تبعد
وتبعد خالص عن اتجاه المرضى، عندك الشغل الاكاديمي بتاع التدريس. كمان من مميزات الكليه ان فيها شغل حكومي، وتقدر في نفس الوقت تعمل شغل خاص وتفتح العيادات الخاصه بيك. وكمان تكلفه العياده في معظم التخصصات ما بتكونش عاليه، لانها بتعتمد على مهاره الطبيب نفسه. فمن الاخر كده انت بتتخرج من الكليه لو انت متعلم كويس وبدات تاخد تخصص، بتقدر تفتح عياده بمنتهى السهوله. وحرفيا لو انت مش عارف انت بتحب ايه، اختلاف وتنوع المجالات اللي موجود في كليه الطب هيخليك تلاقي اللي انت عاوزه. هيجي واحد ويقول لي يا دكتور كل كلامك ده على عيني وعلى راسي، بس انا اصلا محتار ما بين كليات القطاع الطبي اللي انت بتتكلم عنها دي كلها وما بين الكليات اللي مهتمه بالحاسبات والتكنولوجي والاي اي. بص خلينا نفكر في حاجه، انت حضرتك عشان تشتغل بالطب المفروض تحصل على تصريح مزاوله المهنه، فانت لو دخلت حاسبات فانت كده ضيعت المجال الطبي من ايدك. لكن انت لو دخلت المجال الطبي كليه الطب وانت بتحب حاجه زي الحاسبات او الاي اي، فانت تقدر تاخد فيها كورسات وتتعلم وتتقدم فيها، حتى لو انت بعد كده عايز تشفت خالص من الطب وتروح لها مفيش مشكله، بس يبقى انت ما خسرتش الدرجات بتاعتك او ما خسرتش فرصه وجود الطب معاك. يعني من الاخر كده وين وين سيتويشن. هيجي واحد يسال سؤال مختلف، يقول يا دكتور انا خلاص استقريت على الكليه بس مش عارف ادخل انهي جامعه. خليني اقول لك تختار الجامعه على اي اساس. طبعا لا شك ان في جامعات ليها اسم كبير وسمعه قويه والدراسه فيها مميزه، زي جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه اسكندريه، بس دايما الاولويه بتكون للجامعه الاقرب من بيتك. خليني اقول لك ليه، لان اي كليه طبيه بتكون محتاجه التزام ومذاكره بشكل مستمر، ولازم توفر وقتك كويس عشان تقدر تجيب درجات كويسه في الكليه. عشان كده اختيار جامعه قريبه من بيتك هيوفر عليك وقت ومجهود بشكل يومي، وهيديك فرصه اكبر انك تحافظ على مستواك وتذاكر بشكل مستمر وتحقق نتائج اعلى. ولو انت محتار في اختيار الكليه او اختيار الجامعه، فاحنا خصصنا تيم كامل عشان يرد على اسئلتك الخاصه بالموضوع ده ويساعدوك تختار صح. طيب خلينا نسال سؤال مختلف، الطب محتاج ذكاء اكتر ولا التزام؟ من وجهة نظري الطب محتاج التزام اكتر من الذكاء بكتير، بمعنى ان الذكاء مش هيعوضك عن الالتزام، لكن العكس ممكن يكون صحيح. اكيد كلنا عارفين ان الذكاء بيساعد جدا، وما شاء الله كل الناس اللي داخلين طب معدل الذكاء بتاعهم عالي وانتوا الصفوة، لكن اللي بيفرق حقيقي ما بين كل طالب والتاني هو الالتزام. انا عاوز اقول لك ان احنا قابلنا كتير ناس من اوائل الثانوية العامة او المعادلة او الاي جي، واول ما بيدخل الكلية بينزل جدا في الدرجات بسبب انه شايف ان هو اذكى وانه ممكن يلم بسهوله في النهايه. وممكن تلاقي شخص مع الالتزام والاستمراريه حقق درجات عاليه في الكليه على الرغم انه ما كانش درجته اعلى حاجه في الثانويه. طيب سؤال تاني، عشان في ناس كتير بيبعدوا عن اختيار كليه الطب البشري بسبب انه بيسمع عن صعوبتها، هل فعلا صعوبه كليه الطب عاليه لدرجه ان انت تنفر منها؟ وهل الصعوبه اللي فيها دي صعوبه في كميه المعلومات ولا في كيفيه المعلومات؟ الاجابه ايوه، ان في صعوبات ولكن مش بالصوره اللي انت متخيلها. وحقيقي كل كليه او تخصص او شغلانه في الحياه لازم يكون فيها صعوبات، ولكن دي الصعوبات بتاعتها اعلى شويه، ولكن المقابل بتاعها كويس، انك بتلاقي نتيجه وبتضمن مجالات شغل كتير جدا. اما عن سؤال هل الصعوبه في الكميه ولا في الكيفيه، فكل الفكره ان المعلومات في كليه الطب بتكون كبيره شويه، محتاجه طريقه تعامل معينه، انها لازم تدخل بشكل منظم. عشان كده كل ما تعرف تنظم وقتك وتذاكر باستمرار هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. وعامه ده بتتعلمه في الكليه، وكل شويه خبرتك بتزيد مع الوقت وبيكون الموضوع بالنسبه لك اسهل بكتير. يعني يا دكتور كده من الاخر هيكون عندي حياه جنب الطب ولا خلاص كده الموضوع مع السلامه؟ شوف، هو الطب مش هياخدك من حياتك تماما، ولكن هيكون جزء كبير منها. هتحتاج تتعلم ازاي توازن بينه وما بين خروجاتك واصحابك واهلك وحياتك الشخصيه. وعامه كده كده مش هينفع ان انت تعيش دايما مع المذاكره، لانك لو عشت طول الوقت مع المذاكره بس هتتعب وهتستنزف، وساعتها مش هتقدر تكمل بنفس الكفاءه وهتوصل لمرحله البيرن اوت. في اللحظه دي المذاكره نفسها مش هتقدر تكمل فيها. ولذلك التوازن ما بين الكليه وحياتك الشخصيه مهم جدا. فالاجابه ايوه، هيكون عندك حياه جنب الطب، ولكن بشرط واحد، انك تتعلم تنظم وقتك كويس وتوازن ما بين الدراسه وما بين الحياه الشخصيه. وبالمناسبه يعني لو انت قلقان فانا حابب اطمنك، احنا مع الطلبه بتوعنا دايما بنعمل لهم رحلات وافطار ونعمل لهم ميديكال تريننج وحاجات كتير قوي بنعملها في السنه، علشان كل مناسبه ناخد حقنا منها ونفرح بجانب الدراسه. فعاوزك تطمن، يعني الدنيا هتمشي ما تقلقش. طيب خلينا نسال سؤال نختم بيه حلقه النهارده، هل كليه الطب تستحق كل التعب ده؟ خليني ارد عليك بسؤال، هل في حاجه عند الانسان اغلى من حياته وصحته؟ اكيد لا. فانت بتتعامل مع اغلى حاجه عند الانسان. فالطب من اسمى المهن، لان انت بتتعامل مع اعظم الامانات اللي ربنا ائتمن الناس عليها، وهي النفس البشريه. ان شاء الله لما تبقى دكتور كبير وربنا يكرمك وتكون سبب في انقاذ حياه انسان او شفائه او تخفف الالم والمعاناه عن الناس، ساعتها هتحس ان كل التعب اللي عديت عليه
كان ليه قيمه، وعشان كده انا شايف انه فعلا الطب يستحق المجهود اللي هتبذله فيه، وده ان شاء الله هيكون ليه مقابل مكانه اجتماعيه ودخل كبير وحاجات تانية ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده من سلسله سنه اولى طب. اتمنى ان الحلقه كانت مفيده وجاوبت على كل الاسئله اللي كانت في دماغك وخففت كل التوهان والتردد اللي كان عندك، واعتقد دلوقتي انت بقيت فاهم وملم بالدنيا اكتر. ولو انت استقريت خلاص على كليه الطب البشري، تابعنا في الفيديوز اللي جايه عشان هنبدا نتكلم بالتفصيل عن كل حاجه في الطب البشري. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن المواد اللي انت هتدرسها في الكليه وعن تفاصيل كتير هتحتاجها. انا دكتور احمد زهره، وده كان الفيديو الاول من سلسله سنه اولى طب. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.